الأسرة الرابعة في مصر القديمة بدأت تقريبا حوالي 2613 واستمرت إلى 2494 قبل الميلاد. حكمت لفترة قرن ونص تقريبا، ويعتبر عصرها العصر الذهبي لبناء الأهرامات. بنوا الملوك في الفترة دي أهرامات الجيزة اللي جعلت مصر القديمة محط أنظار العالم حتى اليوم. وبالإضافة إلى بناء الأهرامات الكبيرة، شهدت الفترة دي تقدم في الفنون والنحت، وظهرت تماثيل ضخمة ودقيقة الصنع زي تمثال أبو الهول. أشهر ملوكها سنفرو مؤسس الأسرة، وخوفو باني الهرم الأكبر في الجيزة، واللي يعتبر إحدى عجائب الدنيا السبع القديمة. وكمان عزز الملك خوفو مكانة الملك كإله حي على الأرض. وخلفوا ابنه الملك خفرع اللي بنى الهرم الثاني في الجيزة، وينسب إليه تمثال أبو الهول العظيم. أما الملك منكاورع فبنى الهرم الثالث في الجيزة، واشتهر بالعدل والرحمة بين ملوك الأسرة. ويفضل السؤال المحير للعالم: إزاي تم نقل الأحجار الضخمة في بناء الأهرامات؟ النظرية بتقول إن معظم الحجارة جاءت من محاجر قريبة بالجيزة، لكن الجرانيت الأحمر من أسوان، وتم نقله عبر النيل بمراكب ضخمة، وبعد كده تم سحبه من الشاطئ إلى موقع البناء. أما النقل من النهر إلى موقع البناء فكان بيتم بالزلاجات الخشبية. العمال كانوا بيحطوا الحجر الضخم على زلاجة خشبية، وأمام الزلاجة بيسكبوا المياه على الرمال لتقليل الاحتكاك، وده بيجعل سحب الكتل أسهل